كتير مننا بيسأل ازاي يكون مصمم جرافيك وازاي يخش في المجال بتاع جرافيك ديزاين. انا الفيديو ده جاي اعرفك ازاي تكون مصمم جرافيك شاطر. مبدئيا اهم نقطه ممكن نتكلم في ان انت لازم يكون عندك شغف تكون حابب المجال، بمعنى ان انت ما تكونش داخل المجال ده عشان انت شايف ان هو مشهور اليومين دول او عشان فلوسه كتير زي ما الناس بتقول. كل الاسباب دي اهم حاجه ان انت تكون كشخص داخل المجال ده ان انت فعلا حابب الجرافيك ديزاين وانت عايز تكون جرافيك ديزاين. غير كده انصحك بلاش، هتضيع وقتك وهتضيع مجهودك على الفاضي. كان ممكن تشوف موهبتك في حاجه ثانيه احسن تستغلها بشكل افضل. تاني نقطه، بعد ما انت خلاص حددت ان انت شغفك خلاص عايز تبقى جرافيك ديزاينر، الحاجات دي كلها ان انت تحدد المجال بتاع جوه الجرافيك ديزاين. بمعنى المجال بتاع الجرافيك ديزاين فيه مليون قسم، في كذا قسم. عندك قسم اليو اي يو اكس، عندك قسم الحاجات المطبوعات اللي بتشغل مطبوعه في الشارع والحاجات دي كلها، عندك حاجات المنتجات، عندك مصمم الاعلانات، عندك مصمم اللوجو، عندك كل الحاجات دي، عندك الموشن جرافيك. كل دي اقسام جزء من اقسام الجرافيك ديزاين. انت قبل ما تبدا في المجال بتاع الجرافيك ديزاين لازم تكون عارف انت حابب تبدا في انهي مجال، علشان بالتالي بعد ما تظبط الحاجات دي كلها تبقى قادر ان انت تطور من نفسك وتذاكر وتدرس وتشتغل على الحوار ده. ثالث واهم نقطه برضو ان تتفرج. بتفرج منين؟ اتفرج على ايه؟ واتفرج امتى؟ كل الحاجات دي ولا لا. اولا لازم تكون عارف موقع بيهانس. موقع بيهانس ده السي في بتاع اي ديزاينر، يعني اي موظف بيروح حد في شركه بيطلب منه السي في بتاعه. بيهانس ده السي في بتاعك انت كديزاينر. انت كديزاينر مالكش السي في، هو السي في بتاعك هو ده. السي في بيتعمل للناس العاديه، بيبقى في بيهانس ده بيبقى فيه كل معرض اعمالك من ساعه ما بدات شغل، اول حاجه انت بدات تعملها لحد اليوم بتاعنا ده. فانت لازم تكون مهتم بيه. وبعدين عن انت تعمل اكونت عليه لازم تكون انت متابع ناس تانية عليه. انت تعمل تغذيه بصريه. ليه بعمل تغذيه بصريه؟ لو انت جيت سالت اي فوتوغرافر اساله انت لما تيجي تتعلم التصوير بتتعلم ايه؟ يقول لك اهم حاجه بعملها هو ان هو بيتفرج على ايه بقى؟ بيتفرج على صور. كتر الصور اللي بتتفرج عليها بتبني في العين بتاعته، بتبني في مخه. هو بيتبع الصور دي كلها في مخه. اوريدي هو بقى عارف ان الاوضاع مثلا تصوير الافراح غير تصوير الناس اللي بره، غير تصوير في الشارع، الحاجات دي كلها. فانت الفرجه كتير هتعودك وهتبقى انت كشخص قادر تشوف وقادر تبدع من قبل ما تنتج ده قدامك. انت اهم نقطه كجرافيك ديزاينر تكون متعلمها ان انت قبل ما تبدا البروجكت بتاعك تكون انت رسمه الاول ومصوره في دماغك عشان تطبق ده. لكن انت رحت بنيت كده على الفاضي مش هتعرف تبني حاجه، ما انت بتبني من غير اساس. لازم تكون عارف انت تبدا على ايه. رابع برضه اهم نقطه ان انت لازم تحدد وقت لنفسك تطبق فيه. انت دلوقتي عجبك ديزاين او ديزاينين من موقع بيهانس، في ديزاينات عجبتك، حدد وقت فراغ في يومك ان انت تطبق الديزاينات دي. تحاول تجيب الصوره وتقلدها. ليه بقلدها؟ عشان تطور من نفسي. انت مش هتتطور من الفراغ. انا كخالي هعلمك وهنزل فيديوهات توتوريال وازاي تتعلم التولز فوتوشوب كلها، بس الاهم من ده كله ان انت تكون بتطور من نفسك، بتشتغل بايدك. ده اللي هيساعدك تتعود، تكون عارف التولز اللي عندك اللي موجوده دي قدامك ايه، بتتعلم ايه او بتعمل ايه واستخداماتها كلها. دي اهم نقطه. وان انت يكون غرضك كله بتطبق لغرض التقليد مش اكتر. ما تطبقش ديزاين معمول قبل كده وتنزله عندك على الاكونت عادي كلها انا اللي عامله، ما ينفعش. دي حاجه مش صح. خامس حاجه هقولها لك، تابع ناس في نفس المجال بتاعك. انا دلوقتي كجرافيك ديزاينر انا بكلمك عن نفسي كفادي، بتابع ناس صحاب سواء ايا كان بيعملوا نفس الحاجات اللي انا بعملها. ليه؟ عشان اطور من نفسي. لما يكون انت اوريدي بدل ما انت بتتفرج اللوجوز وبتتفرج على فيجوال ايدنتي وبتتفرج على اللي هي الهويه البصريه والحاجات دي كلها، مش هتفيدك بحاجه. هتفيدني لو انا عندي وقت فراغ تاني بره شغلي. انا شغلي الشاغل ان انا اطور من نفسي في الحته بتاعتي في المجال بتاعي، فلازم اتفرج على ناس بتعمل نفس الشغل بتاعي. بسيطه. ثالث حاجه خليك دايما اب تو ديت. يعني ايه اب تو ديت؟ خليك دايما متطور، خليك دايما سابق الاحداث. زي ما اوريدي في فيديو نزل بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي والاي اي، لازم تتفرج عليه. ما اتفرجتش عليه سيبه لك في الاي اللي فوق على الشمال، لازم تتفرج عليه. يعني ايه تكون متطور؟ يعني تكون دايما سابق بخطوه زي ما قلت لك. الحاجه اللي لك برضو المجال فيه مصممين كتير الايام دي، بقى في كميه مصممين جرافيك دخلوا المجال كتير قوي. انت تسال نفسك سؤال، انا ايه اللي هيخلي الكلاينت يسيب كل دول ويجي لي انا؟ بس فكر في السؤال ده وحاول تطور نفسك عشانه. وحاجه كمان برضو، حاول تخلي دايره معارفك كلها او اغلبها مصممين جرافيك، صحاب، زملاء بيتكلموا على الواتساب، بيتكلموا على الماسنجر، معنا شغل الحاجات دي. عندك جروبات الفيسبوك، في كميه جروبات على الفيسبوك كلها مصممين جرافيك جوه في الجروب بيساعدوا بعض من حيث ايه؟ واحد بينزل ديزاين هو عامله فبياخد اراء الناس ومش عارف ايه. الحاجات دي كلها هتساعدك ان انت تبقى برضو مواكب وتطور. اهم نقطه برضو ممكن اقولها لك، انت لازم تهتم بالفيدباكس اللي هتجيلك. يعني ايه فيدباكس هتجيلي؟ انا دلوقتي انت كشخص هيجيلك نوعين من الفيدباك. في نوع هيحاول يساعدك ويطور منك وينصحك ويشجعك في الحاجات دي عشان تبقى احسن واحسن واحسن. وفي نوع هيقلل منك، هيحبطك. اوريدي مش هيشكل انت بتعمل ده حاجه، يقول لك انت هتقعد على الكمبيوتر تقعد تعمل اي حاجه وتطلع شغل. ما تركزش في النوع ده وحاول تاخد زي ما انا النصيحه اللي انا حاولت اعملها. انت دلوقتي عندك نوعين، النوع اللي بيساعد وبيشجع والنوع اللي بيقلل وبيحبط. خلي النوع اللي بيساعد وبيشجع ده بيدافع عنك او بقى بيشجعك، وحاول تخلي برضه النوع الثاني ده برضه يشجعك، بحيث بدل ما حد بيشجعك بقوا الاثنين. انت اوريدي لو بقيت محبط، اوريدي لو هديت ومش تطور من نفسك ووقفت مكانك، هتثبت فكره الشخص اللي هو بيحاول يحبطك. انت لا، خليك دايما جواك عندك حافز
حافز وشجع نفسك بنفسك دايما ان انت تبقى احسن واحسن، مش عشانهم، ده عشان انت قدام نفسك تثبت لنفسك ده. نقطه كمان خلي بالك منها جدا جدا جدا، اهم نقطه تعملها ما تقارنش نفسك لحد، ما تقارنش شغلك بشغل حد تاني، ما تقارنش شغلك بشغل مصممين او بشغل المجال اللي انت شغال فيه، اللي هو بص انا بعمل ديزاينات عامل ازاي والمجال نفسه عامل ازاي. لا، قارن شغلك بشغلك، قارن شغلك اللي بتعمله دلوقتي بشغلك اللي بتعمله من سنتين ثلاثه، قارن شغلك اللي بتعمله في اللي جاي باللي دلوقتي. لازم تكون بتقارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بحد تاني. الخلاصه بقى اللي اقدر اقول لك في اخر الفيديو، ما تحطش في دماغك اي كلام يحبطك. طول ما انت حابب المجال ده وعندك شغف فيه، اشتغل وكمل، ذاكر وادرس البرنامج كويس، ادرس برامج ادوبي كلها كويس، لان اكيد هتساعدك في اي مجال تاني، او يعني حتى في مجالك، مجال زي الموشن جرافيك لازم تكون عارف افتر افكت والستريتور فوتوشوب. انت طور من نفسك، اعرف البرامج دي كلها، وخليك فاكر دايما ان على قد تعبك وعلى قد اجتهادك هتوصل اللي تتمناه. سلام.